السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الطورطه. غندوز المقادير. عندي 250 غرام ديال الريكوتا، عندي 4 ديال البيضات، خماره، عندي كاس معامرش، كاس لاروب معامرش ديال السكر، عندي نص حامضه، عندي نص حامضه محكوكه، نص حامضه محكوكه، عندي كاس ديال الفرينه ونص بهذا القياس هذا، بهذا الحجم باش عبرت. غادي ندوز بسم الله البيض الاولاني. غادي نغسل يديا. دابا غادي ندير السكر بسم الله. كنتمنى تعجبكم هاد الطورطه، راه كتجي زوينه بزاف بالنكهه ديال الليمون ديال الحامض. بسم الله. دابا بعد ما طلعت البيض غادي ندير الريكوتا. صافي غادي ندير القشره ديال الحامض، القشره ديال الحامض. بسم الله. ندير فرينه، ندير الخميره، صافي ما كتاخذش ليا الوقت بزاف الطورطه. ندخلها للفران. فوالا فيها واحد الريحه ديال الحامض كتجي زوينه. صافي الفران سخنا على 180 درجه، غنخليها 35 دقيقه حتى 40 دقيقه ونتلاقى. الطاسه ديالي بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، زينتها بشويه ديال السكر كلاصي. كنتمنىكم تجربوها، راه كتجي زوينه بزاف، تستحق تجربوها. دابا غنقطعها معكم باش غتشوفوها، كتجي زوينه بزاف، كتجي رطبه. هانتوما كيفاش دايره، كتجي زوينه كتشهي. وبسلامه عليكم، بالصحه والراحه.